السلام عليكم. تعالوا بقى نعمل أكلة من أكلات المطاعم اللي كلنا بنحبها جدا وأسعارها بقت غالية جدا، فعلشان كده هنعملها في البيت بمنتهى السهولة وبطعم أحلى كمان من اللي بنجيبه من بره. أول حاجة دول نص كيلو بسلة على جزر، سواء بقى متفرزين أو فريش الاتنين واحد. وطبعا حطيت البسلة بعد ما المية غليت، وبعدين حطيت عليهم بطاطسيتين كبار كده بس مقطعاهم مكعبات صغيرة جدا. هسيبهم بقى يتسلقوا كده على نار متوسطة لحد ما يستووا. أول ما يستووا هقول لكم هنعمل إيه. كده عدى عليها حوالي نص ساعة. هاختبرها بقى وامسك كل حاجة لوحدها اشوفها استوت ولا لا، لان البسلة بتاخد تقريبا سوا اكتر من الجزر شوية، البطاطس دي اقل حاجة بتاخد سوا، وفي نفس الوقت مش عايزاهم يتهروا. هما كده استووا، هنشيلهم بقى وهصفيهم وهستنى ما يبردوا خالص. بعد كده هعمل التتبيلة اللي هي هتبقى كوباية مايونيز كبيرة، ويا ريت يكون من النوع الجيد يا جماعة علشان طعم الحاجة في الاخر يطلع حلو قوي ويمكن احلى كمان من المطاعم. عايزه اقول لكم ان الكميه دي معديه تقريبا الكيلو، يعني نص كيلو جزر على بسله مع حوالي كمان نص كيلو بطاطس على كوبايه مايونيز كبيره، يعني معديه تقريبا الكيلو، يعني تكفي 10 اطباق. لما بنيجي نشتري طبق من بره كده بيبقى يمكن بتمن الاطباق دي كلها. بعد كده بقى هحط معلقتين كبار من عسل النحل. انا ما بحبش احط سكر زي بعض المطاعم ما بتحط، لا انا بحب احط عسل النحل، بيديها تيست حلوه قوي، ده غير طبعا القيمه الغذائيه اللي هتبقى فيها العاليه. وهحط معلقه ملح صغيره، واحط بعد كده نص معلقه من الفلفل الاسود، وربع معلقه من الكمون. ما تقلقوش الكمون مش هيبان خالص هنا طعمه يعني، لكن علشان الهضم مهم جدا انا دايما بحب احط الكمون ولو بكميات قليله جدا بس في كل اكلي. وبعد كده بقى هحط معلقتين كبار من الخل الابيض، لو عايزين تحطوا نص ليمونه مفيش مشكله، بس انا بصراحه بحب الخل الابيض بس علشان الطعم ما يغطيش يعني على المايونيز والحاجات دي. وبعد كده هحط معلقتين كبار من الزيت ده يستحسن يكون طعمه مش قوي، انا برضو مش عايزه حاجه تغطي على طعم المايونيز خالص. بعد كده بقى هقلب كل الحاجات الحلوه دي مع بعض، حته تتبيله مش قادره اقول لكم طعمه بشكل. بعد كده بقى هحط الخضار واقلب كويس، وبعد كده تحطوها في التلاجة وتخرجوها على الغدا كده او العشاء، او يا سلام بقى لو فطار رمضان وعزومه كده من العزايم القويه اللي بنعملها دي، بجد رهيبه. يعني لو عملتوها بالطريقه دي مش هتبطلوا تاكلوا البسله خالص. والولاد بقى اللي بيتعبونا ويوجعوا قلبنا بصراحه في الطبيخ ان هم ما بيحبوش المسبكات والطبيخ والحاجات دي هيحبوها جدا. كفايه قوي دي مع شويه رز ابيض كده وقطعه فرخه ولا اي حاجه، هتبقى وجبه متكامله تحفه. شايفين يا جماعه الكميه قد ايه؟ عايزه اقول لكم ان الحاجه اللي انا حاطه فيها دي مش عارفه حله بقى ولا سلطانيه ولا ايه، دي بعمل فيها اصلا الشوربه والملوخيه يعني، بس علشان الكميه كبيره جدا فروحت حاطه فيها. بجد فظيعه وكميتها كبيره جدا بالمقارنه بالاسعار بره، يعني حاجه كده لا تذكر خالص. اما بالنسبه للمايونيز بقى، وان طبعا انا عارفه ان هو غالي، فاحنا ممكن نعمله في البيت اقتصادي. وان شاء الله قريب قوي هعمله وانزل لكم الوصفه بتاعته. لو اول مره بتشوفوني انا اسماء بحيري، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان اي وصفه جديده ان شاء الله انزلها يجي لكم اشعار بيها. وما تنسوش اللايك والشير، ابعتوها بقى لكل حبايبكم عشان كل اكل المطاعم ان شاء الله نعمله في البيت باسهل طريقه واحسن جوده. والف هنا وشفا.